السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرينا مجموعة من التعاليق ديال الناس اللي تيقولوا بأن المغرب الآن واضح جدا، يعني المنظومة الصحية اللي عنده ما عنده حتى حاجة. وقبل من هذه الواقعة ديال بني ملال كاين إضرابات ديال الصحة، كاين إضرابات ديال الدكاترة، كاين إضرابات ديال الممرضين. إذن هذا دليل على المنظومة الصحية ضعيفة ليست في مدينة بني ملال وإنما في جميع المدن. وتساءل البعض إذا كانت الحرارة في مدينة بني ملال وخنيفرة فالمدن الصحراوية كذلك والمدن الأخرى كانت تشهد بنفس الحرارة. إذن كيف لو مات واحد وجوج نقولوا ما كاين مشكل، ولكن أكثر من 20 في نفس اليوم، اللهم إن هذا منكر. فربما احنا تنعرفوا بأن المستشفى الإقليمي لمدينة بني ملال أكثر الصحافة ما كانوش يقدوا باش يدخلوا باش يديروا التغطية، لأن كلشي ضعيف وكلشي بالزبونية وكلشي خلص وحنا نديروا لك. خاصك الأكسجين خلص نعطيوك الأكسجين، خاصك البرا خلص ونديروا لك البرا. يعني كانت الزبونية بزاف. عاد دابا المسؤولين ديال وزارة الصحة في المغرب تيقول لك خاصنا غادي نوفروا المستعجلات، غادي نوفروا القطاع الصحة، غادي نوفروا لامبيلونس، غادي لا 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 لا, لا. واخا توفر تعيا تيبقى داكشي ضعيف. يعني اي دولة ما عندهاش الصحة وما عندهاش التعليم يعني ليست بدولة ديمقراطية، وانا هذه تنقولها، لان هذا هو ضمان استقرار الانسان، وضمان استقرار الممرض، وضمان استقرار ديال الانسان. اعطيتيه واحد الحياة باش يعيشها مزيان. إذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.